سألتِ نفسِك قبل كده ليه الصيام المتقطع اللي خسِّس صاحبتِك أو أخوكِ ممكن يكون هو السبب في إن شعرِك بدأ يُقع أو التوازن الهرموني الشهري بتاعِك بدأ يتلخبط أو يتأخر؟ ليه رغم إنِك صايمة حاسة إن حرقِك واقف أو أعصابِك مشدودة طول اليوم؟ السر في مركز القيادة عندِك. مخ المرأة بيراقب مستويات الطاقة بدقة تفوق الرجالة بكتير. أول ما ساعات الصيام بتزيد عن طاقة الجسم بيحصل استنفار هرموني، الجسم بيبدأ يفرز كورتيزول بزيادة، وده مش بس بيوقع الحرق، ده بيدي أمر مباشر للمبايض إنها تدخل في حالة خمول مؤقت لأن ظروفه الصحية غير آمنة. في بروتين كمان اكتشف إنه المحرك الأساسي لهرمونات الأنوثة اسمه كيسبابتل. البروتين ده حساس جدا للجوع، لو نزل مستواه كل منظومة الهرمونات عندك بتتهز. النتيجة لخبطة في التبويض وتوتر ملوش سبب واضح، يعني حرفيا جسمك بيحاول يحميكي لكن بطريقة ممكن تضرك لو مش فاهمة طبيعة جسمك. طيب هل ده معناه إن الصيام المتقطع ممنوع للسيدات؟ الإجابة طبعا لأ، لكن بشرط إننا نستخدم كود الصيام الخاص بكل مرحلة في نظامك الشهري. في الفيديو الجاي هقولك عدد الساعات اللي تقدري تصوميها وانت مطمنة، وبتختلف ازاي تبع كل فترة في نظامك الشهري، وامتى لازم توقفي الصيام فورا عشان تحمي هرموناتك. استنوا الجزء التاني عشان ده هو